المشكلة بقى اللي بنشوفها دايما في الفايب كودينج ان الايجنت لو هلوس في سطر واحد ممكن يوقع البرودكشن، وده هيتسبب في مشكلة كبيرة للعملاء، وممكن كمان يتسبب ان السيستم كله يقف عنده. عشان كده في ال 15 دقيقة الجايين دول هنبني سي اي او Continuous Integration Workflow بجيت هاب اكشنز، وده بيختبر الكود وبيرن اليونت تيستنج وبيعمل بيلد للابلكيشن بتاعنا عشان يتأكد ان مفيش اي مشكلة كارثية في الابلكيشن بتاعنا هتروح على السيرفر، وحتى لو لقى اي مشكلة في الكود بتمنع الابلكيشن انه يرن بطريقه صح او يشتغل بطريقه صح، هيعمل رول باك ويرجع الفيرجن او النسخه القديمه اللي كانت شغاله 100%، وكل ده لوحده اوتوماتيك وفي ثواني. يلا نشوف هنعمل كده ازاي بانتي جرافيتي وجيميناي 3.5. احنا النهارده عايزين نعمل continuous integration، فهنخلي انتي جرافيتي ايجنت يكتب لنا فايل اسمه ci.yaml عشان يعمل له بوش على جيت هاب. بعد ما يعمل له بوش على جيت هاب هيتريجر البايب لاين ويبدا يشغل اليونت تيست ويعمل بيلد للابلكيشن بتاعنا، ويتاكد ان مفيش اي حاجه بايظه، ولو حاجه بايظه يعمل رول باك او يريفرت او يرجع للنسخه القديمه اللي كانت شغاله. عندنا الكود بتاعنا جاهز وهنبدأ نشتغل عليه. انا هكمل على الابليكيشن اللي عملناه المرة اللي فاتت اللي هو سويفت انفايت، بس انت تقدر تكمل على اي مشروع عندك انت شغال عليه، او حتى تنزل الريبوزيتوري ديت او الكود اللي انا شغال عليه دوت من على جيت هاب، وانا سايب لك اللينك في الديسكريبشن. دلوقتي انا هاجي عند الايجنت من فوق على اليمين وهختار ام سي بي سيرفرز، وبعد كده هكتب جيت هاب. هيطلع لي جيت هاب، هتاكد ان جيت هاب ام سي بي سيرفر شغال. كنا عملنا له انستول الفيديو اللي فات وشفنا ازاي بيشتغل وازاي بنعمل التوكن، وعندي كمان شورت عامل فيه السيت اب كله بتاع الجيت هاب ام سي بي سيرفر، تقدر تشوفه وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن. وهنا بكل بساطه جيت كتبت للايجنت برومبت، قلت له ان انت خبير في الديف اوبس والجيت اوبس، واستخدم السكيل اللي موجوده في انتي جرافيتي اوسم سكيلز اسمها جيت هاب اكشنز ادفانسد. حتى برضو لو ما استخدمتهاش نفس النتيجه تقريبا هتطلع، بس ممكن تاخد منك وقت اطول او تاخد من الايجنت وقت اطول وتاخد توكنز اكتر، فعشان كده بنستخدم السكيلز. ووريتكم ازاي قبل كده بنسطب انتي جرافيتي اوسم سكيلز مره واحده عشان نقدر نستخدمها مع كل مشروع. بعد كده قلت له انا عايز ابني الكونتينوس انتجريشن او السي اي بتاعي على جيت هاب اكشنز، وعايز اتاكد ان كل الريليسز اللي بطلعها متهندله كويس وكل حاجه تمام. عايز اعمل بايب لاين ان الابلكيشن يتعمل له بيلد عشان اتاكد ان البيلد بتاع الابلكيشن ناجح او سكسيدد، وكمان عايز اعمل رول باك، يعني لو في اي مشكله بتمنع البيلد دوت انه يحصل او اي مشكله في الابلكيشن اعمل لي رول باك عشان ارجع للفيرجن اللي قبل كده، فيبقى الكود اللي على الماستر برانش على جيت هو الكود السليم 100%، وده بس اللي يتعمل له ديبلوي على السيرفر. بعد كده دوست له انتر، فهيبتدي يشتغل على البرومبت اللي انا كتبته له. كل شويه هيطلب مني اكسس او الابروف بتاعي على كوماند معين، هديله كل الابروفلز اللي هو عايزها عشان يقدر يكمل ويطلع لي بخطه عشان ينفذ السي اي بتاعي او الكونتينوس انتجريشن بتاعي. بعد كده طلع بخطه التنفيذ او الامبلمنتيشن بلان، تقدر تراجعها وتشوف كل حاجة بتعمل ايه بالظبط عشان ما تعملش حاجة انت مش عايزها. انا هنا مثلا لفت نظري ان هو عايز يشغل البايب لاين دوت اللي احنا هنعمله اللي هو السي اي كل ما يتعمل بوش او بول. انا هنا هقول له شغله في حالة البوش بس، وبوش هنا مقصود بيها ان الكود بيبقى على جهازي مكتوب بالذكاء الاصطناعي وانا بحطه على جيت هاب، لكن بول معناها ان الكود موجود على جيت هاب وانا بسحبه وبحطه على جهازي. طبعا انا بنصح انك تقرا كل حاجة بالتفصيل وتفهم هي بتعمل ايه، ولو مش فاهم تقدر تسأل جيميناي يشرحها لك بالتفصيل. انا هنا راجعت الفايل وكله تمام، بعد كده هدوس له بروسيد. دلوقتي هو خد الكومنت بتاعي اللي قلت له يعمله وبدأ يشتغل عشان يعمل لنا الفايل اللي هو ci.yaml او الكونتينوس انتجريشن.yaml. هيبتدي يشتغل وبعد كده هيطلع لك الوك ثرو فايل، وده اللي هيكون فيه كل التفاصيل عن التاسك اللي هو عملها او عن ci.yaml، عن الفايل اللي هو عمل له كرييت. ولو جينا بصينا من فوق على الشمال هنلاقيه عمل فولدر اسمه دوت جيت هاب، جواه فولدر تاني اسمه ورك فلوز، وعمل ورك فلو سماها continuous integration.yaml اللي هو ci.yaml بتاعنا. الفايل ده بقى مهم جدا وسهل جدا انك تفهمه. ده فيه ورك فلو بتقول لجيت هاب تعمل ايه بالظبط اول ما يحصل بوش للكود على الجيت هاب. تعالى بقى نفصصه واحده واحده كده عشان نفهم بالظبط ازاي بنبني الورك فلو ديت او هي بتتعمل ازاي. وحتى لو معكش الاي اي ايجنت عشان يكتبها لك فانت تقدر بكل بساطه تكتبها بايدك. اول حاجه بندي الورك فلو دي اسم، وده بيكون اي اسم انت بتختاره. بعد كده بنعرف التريجر.
يعني هنا هنقول له لما يحصل بوش على البرانش اللي اسمه ماستر الورك فلو دي تبتدي تشتغل. بعد كده هنديله البرميشنز او الصلاحيات، وهنا هنديله الصلاحية ان هو يكتب كونتنت في الريبوزيتوري بتاعتنا. بعد كده بنعرف له المهام اللي هو هيعملها او الجوبس اللي هو هيعملها. وهنا مثلا انا عندي جوب اسمها بيلد، وعندي جوب تانية اسمها رول باك. الجوب اللي اسمها بيلد مثلا بديها نيم وبديها نوع السيرفر اللي ترن عليه، يعني مثلا هنا انا مختار اوبونتو لينكس. بعد كده بديله الانفايرمنت فاريبلز اللي الابليكيشن بتاعي محتاجها عشان يشتغل، كنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، بس دي زي الداتابيز يو ار ال وزي النكست اوث سيكريت اللي احنا كنا عملناهم في الفيديو اللي فات. بعد كده هعرف له الخطوات او الستبس اللي يمشي عليها في كل جوب. هنا في الجوب ديت بتاعة البيلد، انا هنا مثلا اول ستيب بقول له اعمل تشيك اوت للريبوزيتوري، بعد كده سطب نود جي اس، بعد كده انستول الديبندنسيز بتاعة الابليكيشن بتاعي اللي هي المكتبات اللي الابليكيشن هيحتاجها عشان يشتغل. بقول له كمان جنريت البريزما كلاينت للداتابيز ورن الاي اس لينت عشان تتاكد ان الكود مفهوش اخطاء املائيه او حروف غلط، وبعد كده اعمل بيلد النكست دوت جي اس ابلكيشن، وبعد كده سطب دوكر واعمل بيلد للدوكر ايمج. وبمجرد ما يعمل الخطوات ديت معناها ان البيلد بتاع الابلكيشن بتاعي سليم. بعد كده بعرف له الجوب او المهمة اللي هيعملها بعد كده، عشان لو لقى مشكلة يقدر يعمل رول باك او يرجع فيرجن كمان لورا عشان يتأكد ان اخر فيرجن محطوطة على الجيت ريبوزيتوري هي الفيرجن السليمة اللي شغالة وما فيهاش اخطاء. طبعا هسيب لك لينك للكود كله فتقدر تروح على السي اي دوت يامل دوت وتاخد الحتة بتاعت الرول باك كوبي وتعمل لها بيست في جيميناي وتقول له اشرحها لي لاين باي لاين او اشرح لي كل سطر في الكود ده. دلوقتي لو رحنا على جيت هاب ودوسنا على التاب اللي اسمها اكشنز هتلاقي ان ما فيهاش اي حاجة فيها، بس السجستد انتجريشنز اللي انت تقدر تستخدمها من جيت هاب اكشنز نفسه. احنا هنا بنبني الكاستم انتجريشن بتاعنا، وهنا انت لازم تبقى عارف البايب لاين بتاع جيت هاب اكشنز بيرن ازاي وبيرن فين اصلا. جيت هاب بتديك سيرفر مجاني والفترة محدودة لحد ما البايب لاين بتاعك بيخلص. اول ما البايب لاين بتاعك بيخلص السيرفر بيتمسح وبيختفي تمام، ولما البايب لاين يشتغل تاني بيتحجز سيرفر تاني ويشتغل طول ما البايب لاين شغال، بعد كده السيرفر بيتقفل ويتمسح وهكذا. بمجرد ما هنرجع على الايجنت وهنقول له بوش التشينجز اللي انت عملتها ديت اللي هي الفايل اللي اسمه ci.yaml اللي فيه الورك فلو، هنقول له اعمل له بوش على الجيت عشان نبتدي نشوف البايب لاين بتاعنا. طبعا هيطلب مني الابروفال فهدوس له ابروف او اكسبت عشان يبتدي يعمل كوميت ويعمل بوش للكود اللي كتبه على الجيت. لو رجعنا تاني على جيت هاب ودوسنا على اكشنز هلاقي على الشمال هنا اسم الورك فلو اللي احنا لسه عاملينها اللي هي build and automated rollback. هلاقي هنا ان في البايب لاين شغال عشان احنا لسه عاملين بوش، وهلاقي الستيب بتاعت البيلد اند فيريفاي شغاله. لو دوست عليها هشوف كل الستبس او كل المراحل وكل الحاجات اللي هو بيعملها او كل الجوبس اللي شغالة دلوقتي بكل الستبس بتاعتها. يعني مثلا دلوقتي هو بينستول الديبندنسيز او المكتبات او اللايبريز الاساسية اللي مطلوبة عشان اشغل الابليكيشن بتاعي، ودلوقتي هو خلصها وخلص كمان الاي اس لينت عشان يتأكد ان مفيش ايرورز في السينتاكس بتاع الكود، وكمان دلوقتي هو بيعمل بيلد للنكست جي اس ابلكيشن بتاعنا. وكده نبقى عملنا الستبس بتاعتنا. دلوقتي احنا ناقص لنا حاجة المفروض نعملها وهي اليونت تيستنج. اي ابلكيشن بنعمله المفروض يبقى معاه يونت تيستنج عشان لما نعمل فيتشر جديدة او ميزة جديدة ما تبوظش حاجة في الحاجات القديمة اللي كانت شغالة. فاحنا كل فيتشر بنعملها بنعمل يونت تيستنج، وعايزين كمان نضيف ستيب لليونت تيستنج في البايب لاين بتاعنا. طبعا هنستناه لما يخلص عشان نتأكد ان كل حاجة شغالة تمام، ونشوف العلامة الخضراء اللي معناها ان كل حاجة شغالة وسكسيدد او تمت بنجاح. لو جينا رجعنا هنا على البايب لاين تاني هنشوف الستيب بتاعت build and verify معمول عندها العلامة الخضراء، والاوتوماتيك رول باك مش متفعلة اصلا لانه ما حصلش عندي مشكلة فما اضطرش يعمل الرول باك. تعالى دلوقتي نختبره ونعمل ايرور متعمد في الكود عشان نشوف هيعمل الرول باك ولا لا.
فلو جيت فتحت الكومبوننتس وفتحت الفايل اللي اسمه اوث بروفايدر او اي فايل تاني وكتبت فيه اي حاجة مش كود، يعني مش فاليد كود، كتبت اس 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 وبعد كده رحت للايجنت وقلت له اعمل كوميت وبوش للكود الزيادة اللي انا لسه كاتبه، عايزين نشوف هو هيعرف ان ده ايرور ولا لا، وهيعمل الرول باك ولا لا. بعد كده لو رجعنا على جيت هاب هلاقي ان في بايب لاين جديد بيرن تاني، والستيب بتاعت build and verify شغالة. هدوس عليها وهستنى اشوف هيقفش الايرور ولا لا، وبالفعل هنا وهو شغال طلع لي ان في ايرور في الفايل اللي اسمه auth provider، والايرور دوت منع الكود انه يتعمل له build. عشان كده هو عمل تريجر للاوتوماتيك رول باك وراح عمل رول باك. لو رجعنا هنا على الكود وبعد كده دوسنا على commits هلاقي ان هو عمل revert commit، ده الكوميت اللي بيرجع اللي changes زي ما كانت القديمة من غير errors، يعني الايرور بتاعنا اتشال من على الجيت واتعمل له تصليح من نفسه تلقائيا. وعشان اوريك ان الكود فعلا اتصلح على الجيت هروح للايجنت وهقول له اسحب كل التغييرات اللي موجودة على الجيت لو في اي تغييرات. فدلوقتي المفروض ان الاس اس اس ديت هتختفي بمجرد ما نديله الابروفال، وفعلا هو مسحها ورجع الكود القديم. ده معناه ان الكود على الجيت هو الكود السليم اللي كان شغال قبل ما نعمل الايرور. ودلوقتي انا عايز اعمل يونت تيستس للكود بتاع الابليكيشن بتاعي، عشان كل مرة نعمل فيها بوش للجيت الابليكيشن يتعمل له تيستنج لوحده ويتأكد ان مفيش حاجة قديمة اتكسرت او فيتشر او ميزة من المميزات القديمة باظت. فهاجي للايجنت بكل بساطة وهقول له اكتب لي يونت تيستس للابليكيشن بتاعي واعمل لي فايل اسمه تيستنج استراتيجي عشان يبقى فيه التيستنج استراتيجي بتاعتنا. بعد كده هدوس له انتر فهيبتدي يشتغل على الامبلمنتيشن بلان او خطة التنفيذ اللي هيمشي عليها عشان يعمل اليونت تيستنج. وكالعادة طبعا هدوس له allow عشان يقدر ينفذ اوامر معينة عشان يقدر يبني الخطة وبعد كده يعمل اليونت تيستنج. بعد كده عمل الخطة او الامبلمنتيشن بلان هنراجعها، ولو في اي كومنت او حاجة عايزة تتعدل تقدر تكومنت وبعد كده هتقول له بروسيد. دلوقتي هو بدأ يشتغل عشان يكتب اليونت تيستس بتاعتنا. دلوقتي احنا عشان نتست الابليكيشن بتاعنا كيونتس او وحدات منفصلة نقدر نكتب كود اسمه يونت تيستس عشان يتست الكود الاصلي بتاع الابليكيشن، وده اللي احنا عايزين نحققه عشان بعد كده لما نشغل البايب لاين او نبوش على الجيت عشان بعد كده ندبلوي على السيرفر نتأكد ان كل التيست شغالة والكود معمول له اختبار وشغال 100%. لو جينا هنا لاحظنا على الشمال عمل لي دايركتوري او فولدر اسمه دوكس جواه ملف اسمه تيستنج استراتيجي. ده مش ضروري ومش مهم لليونت تيستنج، انا بس عامله او خليت الايجنت يعمله عشان لما احطه على الجيت انتوا تقدروا تشوفوه وتفهموا هو بيتست الابليكيشن ازاي. ولو لاحظت هنا هتلاقي على الشمال هو عمل لنا دايركتوري او فولدر اسمه تيستس، وكمان عمل لنا تحت الكونفيجريشنز بتاعه الفريم ورك بتاعه التستنج اللي احنا هنستخدمها في الابليكيشن بتاعنا. هو طبعا لسه شغال وبيكتب الكود اللي هيتست كل كومبوننت في الابليكيشن بتاعنا. طبعا كل ما يسألني على الابروفال عشان ينفذ امر معين او كوماند معين في التيرمينال هدوس له allow او هدوس له يس وهدوس له submit. وبعد ما يعمل التستنج او وهو بيعمل التستنج هتلاقيه كمان ضاف الستيب او الخطوة بتاعة التستنج في CI.YAML اللي هو الورك فلو بتاعنا بتاع الجيت هاب اكشنز عشان يقدر يرن او يشغل اليونت تستنج كجزء من البايب لاين او الورك فلو بتاعتنا. بعد ما اخلص هيطلب مني الابروفال ان هو يبوش الكود بتاع التستنج على الجيت. طبعا هدوس له ابروف وهدوس له allow وبعد كده submit عشان يقدر يحط الكود على الجيت. بعد كده لو رحنا على جيت هاب ودوسنا على اكشنز هنلاقي ان في بايب لاين جديد اشتغل. لو دخلنا على البايب لاين دوت ودخلنا على الستيب بتاعه البيلد اند فيريفاي هنزل تحت كده هتلاقي ان في ستيب جديده اتضافت اللي هي ران تيست سوت. بعد ما الورك فلو يرن ويخلص بنجاح وتشوف العلامة الخضراء معناها ان هو خلص successfully او بنجاح.
لو رجعنا تاني على الرنز هنلاقي ان العلامة الخضراء موجودة على الرن اللي لسه خلصان. لو دوسنا عليه هتلاقي عندك بيقولك ان البيلد اند فيريفاي ستيب خلصت وما عملش تريجر للاوتوماتيك رول باك، وكمان اداك ريبورت صغير بيقولك ان في 6 فايلز وجواهم 36 تيست كيسز خلصوا كلهم بنجاح وخلصوا سكسسفول. لو رجعنا تاني على انتي جرافيتي ورحنا على جيت هاب ورك فلوز وبعد كده فتحنا السي اي دوت يامل هنلاقي ان التستنج اتضاف كستيب من ضمن الستبس بتاعه المهمه او الجوب اللي اسمها بيلد. تعالى بس في الاول نعمل اكسبت للتشينجز كده كلها، ونفترض دلوقتي ان احنا عايزين ناخد الستيب ديت ونحطها في جوب لوحديها. يعني مش عايزين التستنج يبقى جوه البيلد، احنا عايزين التستنج يبقى في جوب لوحديها يرن قبل البيلد. وعشان نعمل كده هنرجع للايجنت وهنقول له اعمل التستنج في جوب منفصلة عن البيلد، يعني ما تبقاش مجرد ستيب جوه البيلد جوب، لا احنا عايزينها في جوب منفصلة ترن قبل البيلد. بعد كده هدوس له انتر، وبعد ما يخلص هتلاقيه ضاف التستنج في جوب لوحديها قبل البيلد ومعلم عليها بالاخضر، دي التشينجز الجديده اللي هو عملها. وكمان لو نزلنا تحت هنلاقيه في الجوب اللي اسمها بيلد مسح الستيب بتاعه التستنج عشان هو اوريدي خدها وحطها في جوب لوحديها، وهو هنا معلم عليها بالاحمر عشان ده الجزء اللي اتمسح، وهو بيعلم لك عليه بالاحمر عشان تريفيو التشينجز او تشوف التغيرات اللي حصلت. الاخضر معناها ان الكود دوت اتضاف، والاحمر معناها ان الكود دوت اتمسح. بعد كده هروح وادوس له accept all ان انا باكسبت كل التشينجز، وبعد كده بيسالني انت عايز تكوميت، هقول له يس، وهخليه يعمل كوميت وياد الكود دوت ويعمل له بوش على الجيت. ودلوقتي هنروح على جيت هاب عشان نشوف الستيب الجديده اتعملت وشغاله ازاي. لو رجعنا تاني على جيت هاب ودوسنا على اكشنز عشان نشوف الرنز اللي شغاله هنلاقي ان في ران جديده، هندوس عليها هنلاقيه ان هو ضاف جوب اللي اسمها ران تيست سوت في الاول، بعد كده الجوب بتاعه بيلد اند فيريفاي، بعد كده الاوتوماتيك رول باك. لو دخلنا على الجوب اللي اسمها ران تيست سوت هتلاقي فيها كل التفاصيل عن اليونت تيستس اللي شغاله دلوقتي. وطبعا بعد ما بيخلص التيست بيخش اوتوماتيك على الجوب او المهمة اللي اسمها build and verify، ودي زي ما شفنا قبل كده دي الجوب اللي بتعمل بيلد للابليكيشن بتاعنا وتتأكد ان هو شغال وكل حاجة تمام مفيش اي مشاكل. وده بيكون شكل البايب لاين بعد ما خلص بنجاح وكل حاجة شغالة تمام، وكمان طلع لي التست ريبورت. وزي ما احنا هنا شايفين طلع لي warning وهو بيرن التست وهو بيعمل كمان build and verify، وده بكل بساطة عشان في فيرجن مس ماتش. والورنينج هنا معناه ان مفيش مشكلة حقيقية حاصلة، بس في اقتراح او تحذير ان هو النود جي اس فيرجن 20 دي ما بقتش سبورتد خلاص، بقت ديبريكيتد، فالابليكيشن بتاعنا اتعمل له تيست واتعمل له رن على نود فيرجن 24. تقدر تاخد الورنينج ده كوبي وتروح للايجنت تعمل له بيست، وهو هيحط النود فيرجن لفيرجن 24 وهيبتدي يتست الابليكيشن ويعمل له بيلد تاني، وهتلاقي بعد كده الورنينج راح. ودي يا صديقي طريقة السي اي او continuous integration اللي بتعملها الشركات عشان تضمن سلامة الكود وسلامة السيرفر بتاعها. اكتب لي كلمة سي دي في الكومنتات لو عايز نعمل الجزء التاني من الفيديو دوت عن السي دي او continuous deployment عشان ناخد الكود دوت ونحطه على السيرفر ونشغله. واشوفكم على خير ان شاء الله.